السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال، تكون أموركم كلها مزيانة وصحيحة بخير. اليوم جيت نشارك معكم غديوة خفيفة ظريفة، نتمنىها تنال الإعجاب ديالكم. غادي نصاوب معكم البروشيط ديال اللحم اللي غادي نحتاج فيه اللحم ديال الرجلة أو اللحم اللي كيكون بلاصة اللي كتكون رطبة. غادي نقطعوهم طريفات كيف ما كتشوفوا هنايا. كنصلوا اللحم من الرجلة، ومن بعد ما كنتحصل على طريفات ديال اللحم غادي نبدا نقطع فيهم طريفات صغارين. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما نصلت اللحم من الرجله غادي نبدا نقطع فيه طريفات حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي. بعد ما كنكملوا التقطاع ديال اللحم غادي نحطوه في واحد الجبانيه، وغادي نضيفوا عليه العطريه اللي غادي نحتاجو فيها سكينجبير، كمون، تحميره والخرقوم والملح. والعطريه كتبقى الكميه ديالها على حسب الكميه ديال اللحم. وغادي نضيفوا واحد الفص ديال الثوم اللي حكيته في الحكاكه، وغادي نضيف واحد الراس ديال البصله اللي كيكون متوسط اللي غادي نشلضوه ونضيفوه على العطريه واللحم. غادي نحركوا المكونات ديالنا من بعد ما كنضيفوا ليها واحد المعلقه ديال الخل اللي كتزيد تتهشش لينا هذاك اللحم وكتجيبوا لنا رطب من بعد الطياب. من بعد ما كنحركوا اللحم في ديك العطريه غادي نغطيوه بواحد السلوفان ونخليوه جانبا حتى كيترقد لينا داك اللحم وكيشرب لينا ديك العطريه. كيف ما شفتوا ما ضفتش ليه الزيت باش كيتشرب لينا العطريه مزيان. غادي ندوز نصاوب معكم المطيشه اللي كتكون معسله. غادي نحتاج فيها كميه ديال المطيشه على حسب افراد العائله. غادي نضيف ليها العطريه اللي غادي نحتاج فيها سكينجبير، الخرقوم والبزار، وغادي نحتاج فيها الملح والقرفه. غادي نضيف عليهم شويه ديال الزيت المائده وغادي نحطهم فوق البوطه. كنقلب ديك مطيشه في ديك العطريه وغادي نخليها حتى كتبدا تقلى مزيان. عاد كنبدا نحرك فيها كيف ما شفتوا. من بعد ما بدات كتغلي هذيك مطيشه كنبداو نحركوا فيها. البوطه كتكون شويه مجهده باش ديك مطيشه ما كتطلقش لينا الماء بزاف، وكنخليوها حتى كطيب مزيان وكترخى. من بعد كندوزو لداك اللحم من بعد ما ترقد. غادي نضيفوا عليه شويه ديال الزيت جهد 3 المعالق ديال زيت المائده، وكنحركوا هذاك اللحم في ديك الزيت حتى كيتلبس مزيان. بعد غادي نبداو نعمروا في القتيبات ديالنا. بعد ما غادي نكملوا التعمار ديال القتيبات ديالنا غادي ندوز لهذيك مطيشه اللي بعد ما طابت لينا وطاحت شويه كنحركوها شويه بالمعلقه. وغادي ناخذ واحد الفرشيط اللي غادي نبدا نعك ديك المطيشه اللي كتكون شويه باقا شاده باش كتجينا مطيشه على نفس الطياب وكتجينا مفته. من بعد ما كنعسو ديك المطيشه غادي نضيف عليها واحد 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليها شويه ديال القرفه
اللي كتزيد كتعطيها واحد البنه. كنحركوا هذيك مطيشه ديك القرفه والسكر، وكنخليوها لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى كتعسل لينا. عاد كنطفيو عليها البوطه. هنا دزت حطيت شويه ديال الفريت بالزيت على قبل الوليدات. بعد ما كنكملوا التعمار ديال القتيبات ديالنا كنكونوا شاعلين الفاخر من قبل وخلينا حتى زند. عاد كنحطوا الشوايه ديالنا فوق الفاخر، كنخليوها حتى كطيب شويه من الجهه التحتانيه. عاد كنبداو نقلبوا فيها، كنخليوها حتى كطيب مزيان وحنا كنقابلينها. وكل واحد كيطيب على حسب الرغبه ديالو. كاين اللي كيطيبهم بزاف حتى كيقصحوا شويه، وكاين اللي كيبغيهم شويه يكونوا رطبين. وانا هنا غادي نطيبهم بين وبين، ما رطبين ما قاصحين. ومن بعد ما كطيب لنا شويه ديالنا كنحطها الطبيسير، وكنحطوا هذيك الفريت اللي صاوبنا وهذيك المطيشه اللي عسلنا. كنديروا من فوقها شويه ديال الزنجلان على حسب الديكوراسيون ديالها. وبالصحه والراحه، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله. خليت لكم الراحه.